يعني بالطرح الذي تقدم به لوكورنو بالنسبة لتعاونه مع الجمعية الوطنية تقريبا ليست لديه حلول كبيرة. أولا، من أهم اللقاءات التي قام بها لوكورنو كانت لقاء بارز أول مع رئيس الجمعية الوطنية، وبالتالي حتى يكرس أو يعلن ربما اللون الرئيسي لحكومته على مستوى التعاون مع الجمعية الوطنية، باعتباره أن مختلف الحكومات السابقة انتقدت لتلجؤها أو تعسفها على الجمعية الوطنية وتطبيقها للفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي، الذي يخول الحكومة الفرنسية تمرير قوانين دون اللجوء ضرورة لتصويت البرلمان. وبالتالي في ظل الوضع الحالي، باعتباره أن هذه الحكومة لديها محطة رئيسية وامتحان أساسي يتمثل في التصويت على قانون الموازنة العامة التي يجب تتقدم به في الأيام القليلة القادمة، ليست له حلول الأخيرة. تقريبا هامش التحرك بالنسبة لكورنو ليس كبيرا. تقريبا تحمل الحكومة على مستوى تركيبتها الحزبية والسياسية هي نفسها. التجديد الوحيد لربما الذي يمكن أن يتقدم به في علاقة بتعزيز التعاون بين الحكومة السلطة التنفيذية والجمعية الوطنية، باعتبار وأن أبرز الانتقادات التي توجهت لهذه الحكومة من قبل ربما الطيف اليساري الجبهة الشعبية الجديدة وكذلك التجمع الوطني هي تجاوزها وعدم احترامها بين معقفين للبرنامج الفرنسي. وبالتالي تقريبا ليست خيارات كبيرة، لكن لا أغلب الحكومات السابقة من بورن أتال إلى غير ذلك وعدت في البداية بعدم يعني التجاء للمادة 49 لكن اضطرت فيما بعد. بالتالي قادم الأسابيع ستحمل لنا إجابة واضحة عن تعهدات الوزير الأول الحالي لوكورنو. شكرا لك محمد أدم.